السلام عليكم السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بداية. اسمحوا لي في البداية أرحب بزملائي النهاردة الأستاذ أشرف زهران، أهلا بحضرتك. أستاذ نظير عيد، أهلا بحضرتك. وطبعا نرحب بضيفنا النهاردة ضيف مميز، الأستاذ حاتم النجار صاحب برنامج الحدوتة. أهلا بحضرتك، منورنا النهاردة. ده بوجودكم كلكم. عايزين في البداية نعرف من حضرتك إزاي جات لحضرتك فكرة برنامج الحدوتة؟ جات الحدوتة إزاي؟ انا اصلا من زمان قوي، من وانا صغير بحب اسمع التجارب الاجتماعيه او التجارب الحياتيه بتاعت اي انسان بغرض ان اتعلم منها. تمام. يعني مش لازم رايي يكون هو الراي الصواب، ممكن اسمع راي الاخر في مشكلتي انا، او اسمع مشكلته واحاول ان افهم ايه اللي وصله لكده. جميل. الطريق ده اخد مني سنين وشهور. يعني سافرت كتير واتعرفت على ناس كتير واتكلمت مع ناس كتير في كل مشاكل الحياة. جميل جدا. لحد من سنتين عملت صفحة باسم الحدوتة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. تمام. الحدوتة دي قلت فيها كل التجارب اللي أنا عشتها واللي غيري عاشها. تمام. واللي غيري عاشها دوت الأصدقاء اللي حكوا عن التجارب بتاعتهم. مظبوط. ده الغرض هنوضحه خلال الفقرة إن شاء الله. ولكن الحدوتة تجربة اجتماعية رومانسية بعرف بيها الجيل الحالي على تجارب الجيل السابق اللي هو احنا جيل السبعينات، علشان ياخدوا التجربة كلها. بمعنى ايه؟ يشوفوا السلبيات ويبعدوا عنها ويحاولوا يطوروا من الإيجابيات. جميل جدا. هو في الحقيقة كان سؤالي لحضرتك يا أستاذ حاتم، إيه الهدف من موضوع برنامج الحدوتة؟ هو في هدفين يا أشرف. اتفضل يا فندم. في هدف معلن وهدف غير معلن. عظيم. الهدف المعلن ان هما الهدفين موجودين، بس الهدف اللي انا بقوله على طول ولو وبخص بالذكر بالهدف الغير المعلن لاشرف زهران ولجهاد والنظير كمان. اتفضل. تمام. الهدف المعلن ان لازم الشباب يبص على التجربه. اكيد. ياخدوا منها الايجابيات زي ما انا قلت ويبعدوا شويه عن السلبيات. مفيش شك. الايجابيات دي انا مش بقول له اتبعها او امشي وراها، انا بقول له لو سمحت خدها وطورها، لو ما قدرتش تحافظ عليها طورها. ضروري نتعلم من تجارب الاخرين يعني. ده مهم جدا، لان انا عايش في الحياه كحاتم، مش عايش لوحدي، عايش مع الاخرين. طبعا. فممكن تصرفي انا او سلوكي انا كحاتم طبعا يكون يضايق واحد تاني او واحده تانيه، فلازم اعرف هو بيتضايق من ايه عشان ابتعد عنه. بعض يعني. بالظبط. ونتعلم كمان من تجارب بعض. بالظبط. بس في الهدف الاول عايز اتكلم يعني لمده نص دقيقه كده في حاجه. اتفضل يا فندم. الجيل الحالي بيتكلم في رومانسيات او بيتكلم في علاقات العاطفيه باستهتار، بعدم مسؤوليه شويه. انا بقول له خد بالك، انت لو دخلت في هذا النطاق او في هذا المضمار انك انت استهترت بعلاقه عاطفيه، ما هو علاقه عاطفيه يعني ايه يا اشرف؟ ارتباط ما بين اي راجل واي انثى، اي ست. ده حقيقي. فانا لو استهترت بعلاقتي العاطفيه او الرومانسيه مع قلب واحده تانية فانا بضرها، لاني انا مش ناوي اكمل. مفيش شك. تمام. طب لما مش ناوي تكمل يبقى انت بتتسلى، وده للاسف انه عدم الاحساس بالمسؤوليه من قبل الشباب او من قبل نسبه مش كبيره قوي ولكن تخض برضه. سن المراهقه برضه. وسن المراهقه ده انا عايز اقول لك في حاجه النهارده. أيوة. تمام ان شاء الله الحق اقولها بس قبل نهايه الفقره يعني. ان شاء الله. يا استاذ عاطف، كنت عايز اسال حضرتك شايف ان الحدوته بتاع حضرتك مأثره في الناس بشكل كبير من ناحيه ان انت بتتكلم في الايجابيات والسلبيات؟ هل ده راجع على الناس بسلبي ولا بايجابي؟ بتأثر فيهم ولا بيسمعوها كده؟ والله نظير انا هقول لك على حاجه. انا عرضت الحدوته او بعض تجارب الحدوته على صفحتي على الفيسبوك. في ناس اتأثرت وفي ناس شايفه ان الطريقه انت صعبه ترضي كل الناس. اكيد. ففي ناس شايفه الطريقه اللي انا بقول بيها الحدوته
دي طريقه مبالغ فيها شويه، ولكن والله تاني انا بقولها من كل شعره في قلبي. يعني انا بعيش الحدوته لان انا عشتها. غالبيه اللي بقوله في الحدوته هو يعني مواقف حقيقيه وحضرتك حصلت. مريت بيها تجارب، وحضرتك مريت بيها فعلا. حاجه بتاعتي انا تمام. كحاتم، تجارب بتاعتي انا كحاتم، وتجارب الاخرين من الاصدقاء. وده السبب التاني الغير معلن اللي قلت لحضرتك عليه يا اشرف ايوه باشا. يا فندم. السبب الغير معلن، انا كحياتي كحاتم، انا سني كبير من صغير على فكره. ما شاء الله. العفو يا فندم، بجد حضرتك طول العمر. ربنا يحفظكم يا رب. الفتره اللي انا عشتها شفت تجارب كتير قوي، وتجارب مش كلها مبهجه ومش كلها ايجابيه. اكيد. في تجارب كانت مؤلمه على الجانب الشخصي بتاعي انا، ومؤلمه على الجانب الشخصي للاخرين. وانا ما كنت الصح على طول فتره حياتي. انا في اخطاء واخطاء قاتله، في المستيك وقعت فيها في حياتي، ايوه اثرت على حياتي. انا بنقل هذه التجربه برضو للاخر. علشان نتعلم عشان والاخرين محدش يتعلموا. كمان يقع في الاخطاء دي يعني بعد كده. في الاعلام يا استاذ اشرف، ايوه يا فندم. احنا بندور على رساله بنقدمها. مفيش شك. تمام. فانا من خلال الحدوته او من خلال صفحه الحدوته او من حلقات الحدوته الحمد لله لقيت استحسان بشكل او باخر. ده حقيقي. بقدم فكره ان ازاي اسمع الاخر، ازاي الحق استفاد من تجربه الاخر عشان ما اقعش في نفس الغلط. ما تعديش علينا التجارب كده مرور الكرام يعني بدون اي استفاده. دي حقيقه. وفي جانب شخصي ليا انا كحاتم، انا في 4-5 حلقات منهم حلقتين انا كنت بتكلم عن نفسي. ايوه يا فندم. تمام. هو من ضمن برضو الاسئله كنا عاوزين نسال حضرتك، هل اشخاص الحدوته احنا سمعنا ان هم حقيقيين، اشخاص من حقيقيين. الواقع؟ حقيقيين. يعني حقيقي فعلا. حقيقيين. انا هقول لك على نبذه صغيره، انا مش هاخد من وقتك كتير. تمام. تصادف الحظ خدمني وقدر خدمني اني حما واحد صاحبي الله يرحمهم كان الاستاذ الكبير عبد الوهاب مطاوع. عبد الوهاب مطاوع في الثمانينات والتسعينات ده اسم يشار له بالبنان. طبعا. تمام. كان بريد الجمعه في الاهرام. طبعا. وكان بيحل المشاكل الرومانسيه والعاطفيه والاجتماعيه لجميع القراء. كاتب كبير يعني. جميل طبعا. جدا. انا شفته مره واحده بس، مش هفوتها. تمام. كان في الفرح. تمام. واخدته على جنب وقلت له استاذ عبد الوهاب معلش انا عارف انه فرح والكلام ده، الله يرحمه ويحسن اليه. الله يرحمه. كان اب كبير جدا يعني. عايز اعرف ايه اغرب حكايه جات لك. زمان ما كانش فيه موبايلات وما كانش فيه وسائل الاتصال الحديثه كله دي، خطابات. فكله كان جوابات بالظبط. وتتبعت على بريد الاهرام. والاستاذ عبد الوهاب مطاوع الله يرحمه كان بيشوف هذه الجوابات وبيرد اجاوب جواب. تمام. سمعني اغرب حكايه ممكن تسمعها في حياتك. اللي هي الحب الاول. احسان عبد القدوس يا اشرف. ايوه. كاتب كبير. طبعا. كان كاتب الوساده الخاليه. اول صفحه في الروايه، حتى في الفيلم موجوده. اول صفحه في الروايه قال لك ايه؟ في حياتنا وهم كبير اسمه الحب الاول. طبعا ده كاتب كبير، لكن بالنسبه لي انا كحاتم الموضوع مش وصصاغ. ده الحب الاول، ده كتب فيه كتب مراجع. انت ازاي تقول انه وهم؟ فقلت الكلام ده للاستاذ عبد الوهاب مطاوع. قلت له ازاي الاستاذ الكبير احسان عبد القدوس قال كذا؟ عنوان يشد بصراحه. غريب. قال لك الحب الاول وهم. طب ازاي وهم؟ ده احنا كلنا عشناه وفي منه الصادق زي ما هتعرفي دلوقتي. اسمع بقى نظير اغرب حكايه في حياتك. اتفضل. الحكايه دي حصلت في اواخر الثمانينات. طالب في كليه الطب القصر العيني حب زميلته في نفس السنه في كليه الطب القصر العيني. عظيم. بس كان حبه جنوني، بس عنده مشكله واحده مش عارف يقول لها. الحب الافلاطوني ده. مش عارف يقول لها. استغرب بقى اشرف عليه جاي ده. جه في سنه رابعه راح شاري دبله وكتب عليها من جوه اسم حبيبته. الروايه دي على لسان البنت. كتب عليها اسم حبيبته وتاريخ اول لقاء ولبسها. فواحد صاحبه في الكليه بيساله
مبروك انت خطبت. قال له ارتبطت. ايوه. قال له فلانه فلانيه، فلانه فلانيه ولا عندها خبر. ملاش. راح قال لها مجتمع الكليه صغير، راح قال لها ده اللي هو صاحبه مش طبعا. هو. صح؟ انت مبروك اتخطبتي لفلان والكلام ده. لا ما حصلش. رجعت له تاني، فرجت عليه الكليه. المسكين اخد بعضه وحول من الكليه، راح طب جامعه تانيه. والبنت بعد ما البنت قالت له كلام يعني انا لو مكانه انتحر. لا لا انت لا. مش من السوايه، انت بتتكلم ازاي، انا فكري في حاجه تانية. بهدلته قلت من شأنه وحطت جدا. الغريب بقى ان الولد خلاص اختفى، والبنت كملت حياتها، وبعد الكليه جوزت الجوازه المستريحه وسافرت على اوروبا هي وجوزها. قعدوا 4 سنين من العذاب المتصل. الله اكبر. ليه بقى عذاب؟ اهانه وضرب وشتيمه عشان ما بتخلفش. لا اله الا الله. اتطلقت، رجعت على بيت امها. جت من السفر على بيت امها، شهر في التاني في التالت نازل تجيب الخضار من تحت. هو ما ارتبطش صح ولا ارتبط؟ الصبر آلا ياسر في موعدكم الجنه. تمام. شوقتنا الحقيقه. بعد شهر 2 3 نازل بتجيب الخضار عادي جدا، طلبات البيت. قابلت الافندي الاولاني. تمام. والدكتور الزميل الاول. انت فين ومش انت فين وانت فين. تبادلوا ارقام التليفونات. بصت في دي اليمين، قالت له معقوله لسه لابس الدبله لحد دلوقتي؟ كل اللي فات ده كوم واللي جاي كوم تاني. اتجوزها. اكيد اتجوزها. خدها على السعوديه لانه كان شغال طبيب في السعوديه. تمام. ربنا فتح عليه هناك وشغال هناك. عظيم. اتفاجئت انه حاجز لها عند دكتور متخصص في امراض النساء والولاده في لندن، واخدها من السعوديه على انجلترا. اتعالجت، حملت، خلفت. ما شاء الله. هي بتكتب في الجواب في الرساله للاستاذ عبد الوهاب مطوع الله يرحمه، بتقول له قد ايه انا كنت غبيه، قد ايه انا كنت غبيه. ان لو كنت وافيت بالانسان ده من الاول ما كانش الفيلم الاهانه والضرب والشتيمه ومطلقه حصل من الاول. كناش عدينا بالتجارب المريره. انا في الحدوته عايز الحق بقى فئه الشباب اللي من سن 18. وعلى فكره انا مؤاخذه، انا اسف اقطع الكلام. اتفضل. في حاجه نظير. اتفضل. الحب الاول هو ممكن يجي في اي وقت، مش لازم يعني عمري 17 سنه ولا 20 سنه. تمام. ولا عمري 10 سنين. اكيد طبعا. بس لو جه وطلع حب حقيقي مش هيتنسي. نتمسك بيه كمان. مش هيتنسي. ليه؟ لان هو اللي انشأنا، هو اللي علمنا الحب وعلمنا الاعجاب وعلمنا الغيره وعلمنا كل حاجه ممكن تتخيليها في حياتك، ان هي هتسندنا فيما بعد. ده اول شخص انت ارتبطتي بيه، ده اول شخص كلمتيه في التليفون، ده اول شخص حبيتيه اتعلقتي بيه. فاهم قصدي ايه؟ بس في سؤال بعد اذن حضرتك يا استاذ اتفضل. حاتم. في الحقيقه دايما الحب الاول ده بيبقى فيه قله تجربه، عدم خبره شويه. في احيانا بتبقى في صدمات بتحصل ما بين الطرفين من قله الخبره ومن قله المعرفه. ده حلاوته يا اشرف. انا طول عمري من انا صغير حتى. أيوة. على فكره انا الحب الاول بتاعي جه وانا عمري 17 سنه. ما شاء الله. ومستمر لهذه اللحظه. ما شاء الله. ما شاء مستمر. الله. ما شاء الله. تمام. تاتشو. ايه اللي خلاني استمر 30 40 سنه؟ براءه التجربه. يعني ايه براءه التجربه؟ انا مش حاسبها، وطول عمري بقول كده يا اشرف، ان انا مش ناوي النهارده البس كويس واحلى داني عشان نازل احب. ما بجيش كده. ايوه. تمام. يعني ايه حب؟ يعني انت بتشوف نفسك في مرايه، تصرفاتك هي شبه تصرفات الاخر، بتكملوا بعض، في توافق. في توافق. بالظبط. التوافق ده حظي انا وحظ الكل. الجيل اللي كان على شاكلتي انا ان جالي انا بدري شويه. يا استاذ عاطف، طب من انا حاتم على فكره والله. استاذ حاتم. ايوه فاهم. من خلال الحدوته اللي حضرتك دايما بتتكلم فيها عن الشباب وعن الحب وكده، ممكن توصل ايه رساله للشباب؟ عم نظير. بلاش نستعجل. ما نستعجلش.
بلاش استعجال خالص. هو الشباب في سن المراهقه غالبا بيبقى طالع عنده اللي هو عنده طاقه زياده، فبيبقى عايز يفرغها، فهو اللي بين الوعي واللاوعي. من هقول لك حاجه، انت النهارده انت كشاب عمرك 20 23 18 ايا كان السن اللي هو السن المراهقه ده، انت في الوقت ده لو بتحب حقيقي هتعرف تحافظ على الطرف الاخر. لو بحب حقيقي. طبعا. قصدي الحب مش مسكة ايد، تمام؟ ولا احاسيس ومشاعر وعواطف، ولا نخرج بيها على الكورنيش مثلا ويخلي واحد او واحده يشوفوها من بره يقولوا لا دي مش حبيبته، ده مش حب. الحب يا نظير انك تحافظ على الطرف الاخر حتى جوه بيته، ما تخليش الاب يزعل، ما تخليش الام تقلق. ده ضروري جدا الموضوع ده. هو في الحقيقه احساس ومسؤوليه فعلا. لو الطرف الاخر حس بكده والله العظيم ما هيسيبك. طب امتى يقدر يوصل ان ده حب، وامتى يقدر يوصل ان ده اعجاب؟ هو بيختلط عليه الامر. امتى الشاب فعلا يحس بالاثنين او يقدر يفرق ما بينهم، او ايه العوامل اللي تثبت له ان ده حب وايه العوامل اللي تثبت له ان ده اعجاب؟ تبقى قاسي على نفسي انا؟ تمام، اتفضل. ايام ما كنت انا شباب يعني؟ بوجه عام يعني، او بوجه عام عادي. او بوجه عام. الرعشه او الكهرباء اللي بتشوف فيها حبيبتك او بتشوف فيها حبيبك، هي ده الاشعار الوحيد والمضمون ان الطرف الاخر هو حبيبك. بس برضه لازم تفرق بين حاجه نظير، اني انا بتصرف مع حبيبي باحترام، بتقدير مسؤوليه. مش لازم عشان احب يا نظير ان اطلع على الكورنيش واضيع وقت المذاكره ووقت الشغل ووقت كل حاجه واصرف كتير، فانا عشان انا بحب. طب حضرتك اكيد بقى حضرتك ليك حدوته صح؟ عاوزين نعرفها اكيد. اللي اساسا حضرتك ابتديت بيها حدوته. ايوه صح. باختصار عنيف، انا حبيت الحب الاول بتاعي وانا سني بالظبط 17 سنه، وحب بقى من نوعيه الجوابات ومن نوعيه التليفونات، واعمل رنه عشان خاطر تعرفي ان انا، وبعد ربع ساعه اعمل رنه تانية فانت ترفعي السماعه. حب زمان جميل. تمام. انا بكلم على تصرفات جيل السبعينات سنه 87. ونتقابل، وعلى فكره ما كانش لا في موبايلات ولا في الكلام ده وقتها. ايوه طبعا. الميعاد هو الميعاد، نتقابل يوم الاربعاء الساعه 4 العصر، نتقابل يوم الاربعاء الساعه 4 العصر. تمام. كان عمر حضرتك 17 سنه؟ كان عمري 17 سنه. وكتير قوي الوالد الله يرحمه والوالده ربنا يديها طول العمر والصحه يا رب، والناس الكبيره، يا حاتم ده مش حب يا جدعان، انا حاسس بنفسي ده حب. تمام. اكيد طبعا احنا مكملين مع حضرتك لحد، لكن للاسف وقتنا خلص. انا مستمتع جدا معاكم والله واحنا كمان. وعايز كمان 4-5 حلقات اكيد علشان نقدر نلفي فعلا. علشان بنشكر حضرتك، نورتنا حقيقي، وبشكر طبعا الاستاذ اشرف زهران. العفو يا فندم، شكرا شكرا يا اشرف، شكرا نظير، شكرا يا جهاد. فاصل نعود لحضراتكم، فضلا انتظرونا.